السلام عليكم، معاكم سلوى محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سلطه بابا غنوج. طبعا بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين منظرها حاجه فاخر من الاخر. سلطه بابا غنوج من الحاجات او السلطات اللي كلنا بنحبها. بتتقدم جنب المشويات، بتتقدم جنب الفول والطعميه، بناكلها لوحدها كده. يعني هي حاجه كلنا بنحبها، وهي غنيه بالحديد عشان البدنجان اللي بنعمله منها غني بالحديد. قبل ما نبتدي يا حبايبي هنسمي الله وهنصلي على الرسول. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. المقادير بتاعتنا زي ما متعودين سهلة وبسيطة. هنجيب بدنجتين يكونوا مدملكين كده وفيهم لحم كويس، عشان البدنجان ده ما بيتشوي بالمية بيخس عشان المية بتنزل منه. وفلفلتين رومي، واحد احمر وواحد اخضر، وواحد فلفل حراق عشان بيحبوا السلطة سبايسي. وهنبقى نقعد نقلبها بقى يمين وشمال كده لحد ما تستوي. هنشويها على الشياطة او على عين البوتاجاز اللي ما عندوش شياطة، او اللي عايز يشويها جوه الفرن فوق تحت الشواية. بس هيستاهل جاهز فوق البوتاجاز اقتصادي، وهنعمله ايه احسن وافضل. بعد كده لما هيبرد هنبتدي نقشره زي ما انتم شايفين كده، القشرة من فوق بس، مش هنبتدي نقشرها نمسكها نقشرها كلها. وهنجيب بقى معلقة كبيرة، ونبتدي بقى من عند راس البدنجانة من فوق او من عنق البدنجانة، وناخدها من تحت كده ندخل فيها المعلقة من تحت كده، بحيث ان احنا نطلع البدنجانية كلها ما شاء الله كاملة كده، ما نهدرش منها حاجة. تمام. ونروح حاطينها في الهاند بلندر في الشفشق بتاع الهاند بلندر. ونجيب البدنجانية التانية اهو. انا قلت لكم هو هيخس، بس هو ده البدنجان الوسط ده، وده بنحب نستخدمه في الشوي. تمام. وهنقشرها بنفس الطريقة، ونيجي ناخد البدنجانية كده اللهم بارك بنفس الطريقة، بنسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم وناخدها. تمام. طبعا اللي عايز يستخدم خلاط يستخدم هاند بلندر يستخدم هراسة يدوية يستخدم شوكة يستخدم اللي عندك والمتاح ليك والسهل عليك استخدميه. ده شوية سلطة بابا غنوج يتعملوا بسهولة. تمام. والبدنجان الفلفل اللي شوناه هنشيل الراس بتاعته ونحطه. بعد كده هنجيب بقى ايه معلقتين طحينة او 3 كده كويسين حسب الرغبة، 2 او 3، ونضيفهم على بردك على المكونات بتاعتنا اللي في الشفشق. تمام. معلقتين 3 كده. وبعد كده بقى الطحينه طبعا غنيه بالسمسم، وهو بردك من الحاجات اللي رافعه المناعه. سلطه بابا غنوج دي غنيه طبعا. وهنحط معلقتين زبادي. معلقتين الزبادي دول هيخلوا لنا بقى سلطه بابا غنوج تروح في حته تانية خالص، مش هتعمل لنا انتفاخات، هيكون سهله الهضم وخفيفه على القولون. هنحط بقى نص معلقه توم مهروس او 3 فصوص، وعصير ليمون، حوالي عصير نص ليمونه، وحوالي معلقتين خل. وهنحط شوية زيت زيتون كده حوالي معلقتين، واللي ما عندوش زيت زيتون زيت ذرة او زيت عباد، واللي عامل دايت ما يحط زيوت خالص. تمام. وهنحط شوية ملح نص معلقة كده او حسب الرغبة، ورشة كمون، ورشة فلفل اسود، ورشة بابريكا مدخنة. لو ما عنديش بابريكا مدخنة استخدمي بابريكا عادية. وهنستخدمها ونروح هرسينه بقى كويس كده عشان نوصل اللي احنا عايزينه. تمام. كده سلطة بابا غنوج بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك بقت جاهزة. نبتدي بقى ايه نصبها في الطبق بتاعها ونزينه اهو. نجيب طبق بقى كبير كده نحط الكمية كلها او حسب الرغبة. ونبتدي بقى لو عندنا بقدونس نزينه. انا كنت بزينه بالبقدونس. كان عندي رمان فاول مرة استخدم الرمان، بصراحة تحفة معاها. طبعا احنا عارفين ان الرمان دوت برضك من الحاجات اللي بترفع المناعة، سواء اكلناه شربناه عصير حطيناه مع السلطات، فبنحطه مع السلطة الخضراء او حطيناه مع بابا غنوج، يعني شغال في اي حاجة. وهنزين الطبق كده زي ما احنا عايزينه بقى، وكل واحد بطريقته ان شاء الله. وهعمل لكم قلب جميل كده، بس انتوا هتعملوا قلب احسن مني كده ما شاء الله. محتاجة بقى رغيف سخن كده وناكلها بألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش اهم حاجة الدعوة الحلوة واللايك الجميل بتاعكم عشان القناة تستمر، وتشيروه لحبايبكم واصحابكم عشان يستفادوا من الفيديو، وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وبحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.